تفتكروا بعد اول مباراة تحضيرية مع هانس فليك في الموسم الجديد مع برشلونة ايه هي الخطة اللي هيعتمد عليها طول الموسم؟ وايه هي اكتر بطولة هيطلبها جمهور برشلونة من هانس فليك في الموسم الجديد بعد ما قدر ان هو يحقق 2 لا ليجا ورا بعض؟ هل دوري الابطال هيكون اهم ولا الدوري الاسباني بعد ما ريال مدريد قدر ان هو يعمل صفقات كبيرة جدا وهيكون في منافسة كبيرة قوي ما بينهم في الموسم الجديد؟ وايه هو تقييم الصفقات اللي عملتها برشلونه لحد دلوقتي؟ كل دي اسئله مهمه جدا لازم نجاوب عليها اثناء الفيديو. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن استراتيجيه برشلونه واستراتيجيه هانز فليك في الموسم الجديد. هنتكلم عن حاجات كتيره قوي، فخلونا من غير كلام كتير نخش على التفاصيل. لكن طبعا قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان اول ما ينزل فيديو يوصل لكم اشعار بيه على طول. خلونا نبدا باول حاجه معانا، وهو الصفقات او اللعيبه اللي هتمشي من برشلونه، او اللعيبه اللي خلاص مشيت من برشلونه قبل بدايه الموسم لحد دلوقتي. لو جينا نبص عن طبعا اهم لاعب بالنسبه لي هو اكيد ليفاندوفسكي اللي خلاص عقده انتهى مع الفريق. ليفاندوفسكي اللي وصل ل 37 سنه، راح لشيكاغو فاير في الدوري الامريكي بعد ما عقده انتهى، طبعا بعد مسيره كويسه جدا مع برشلونه. قدر في اخر موسمين ان هو يحقق 2 لا ليجا، طبعا ارقام كويسه جدا من ناحيه الاهداف ومن ناحيه المساهمات. لاعب اثر جدا في اخر 5 سنين مع برشلونه، قدر ان هو يوصل الفرقه لحته كويسه جدا بعد ما الفرقه قدرت ان هي تتطور مع هانس فليك، وقبليها تحقيق الدوري برده مع تشافي هرنانديز. لعيب من اللعيبه المهمه اللي اثرت في الايرا بتاعت برشلونه اخر 5 6 سنين. لو جينا نبص بعد كده هنلاقي ان كمان راشفورد اعارته انتهت ورجع مره تاني لمانشستر يونايتد. هنشوف بعد كده هل هيتباع ولا لا، ولكن هو حاليا اعارته انتهت مع برشلونه. بعد كده انسو فاتي اللي خلاص يعني كان موجود اعاره مع موناكو، ولكن خلاص فعلوا بند الشراء وقدر ان هو يكون لاعب خلاص مع موناكو، والصفقه كانت ب 11 مليون يورو. بعد كده انيكي بينا حارس المرمى يعني مش موجود بقاله فتره، ولكن خلاص برده بيع نهائي الباناثينايكوس اليوناني ب 3 مليون يورو. بعد كده جواو كانسيلو برده اللي كان موجود اعاره من الهلال السعودي رجع مره تاني للهلال. مش عارفين هل هينتقل في حته تانية ولا لا، ولكن هو لحد دلوقتي مش في برشلونه. بعد كده لو جيت تبص كمان هتلاقي ان في كلام كتير قوي على معظم اللعيبه. هنلاقي ان تير شتيجن كان في كلام ان هو يروح اياكس بيع نهائي، وبرشلونه هيقدر ان هو يوفر المرتب العالي بتاعه، ولكن لحد دلوقتي لسه مستمر مع الفريق. وطول الوقت في لعيبه معرضه ان هي تمشي لو جالها عرض كويس، زي مثلا كاسادو في نص الملعب، زي كريستنسن اللعيبه اللي اصاباته كتير، زي كوندي مثلا ناحيه اليمين. كل دي لعيبه معرضه ان هي لو جالها عرض كويس لبرشلونه هتمشي من الفريق. ولكن لو جينا نتكلم عن الصفقات الجديده، فبرشلونه عامل صفقتين بس لحد دلوقتي، وهو كريم اديمي اللعيب اللي بيلعب وينج يمين وينج شمال، لعيب عنده حركيه ولعيب سريع من بروسيا دورتموند، وقيمه الصفقه كانت 22 مليون يورو. وطبعا انتوني جوردون من نيوكاسل برده صفقه كويسه قوي، لعيب يقدر ان هو يلعب مهاجم ويقدر ان هو يلعب كوينج شمال ب 80 مليون يورو. هم دول الصفقتين اللي عملهم برشلونه لحد دلوقتي. زي ما قلت لكم في كلام كتير بقى على قلب دفاع، على لعيب نص ملعب، خاصه بعد اصابه ديونج، كمان على الفاريز، والكلام كتير اللي حاصل على الفاريز في الصفقات لحد دلوقتي، ولكن لحد دلوقتي لسه ما فيش اي حاجه رسميا. لو جينا نتكلم بتفاصيل شويه عن الصفقات الجديده، فلو مسكنا مثلا جوردون واتكلمنا عليه شويه، فهو لعيب عنده 25 سنه، جاي ب 80 مليون يورو زي ما قلت لكم من نيوكاسل. لعيب كويس عنده 25 سنه، اللي برده نفس الفئه العمريه اللي متكونه من برشلونه لحد دلوقتي، نفس الفئه العمريه بتاعت داني اولمو، اللعيبه الصغيره شويه زي جافي وبيدري، نفس برده السن ده. يعني انضمامه للمنظومه اكيد هيفيد مع هانز فليك. وهانز فليك كمان من المدربين اللي انا باثق جدا في صفقاته. لو انت رجعت له في الصفقه فيعني بنسبه كبيره اللعيب ده هيتالق معاه، هيقدر ان هو يتصرف فيه، هيقدر ان هو يخليه ينسجم مع الفريق بسرعه، ويقدر ان هو يخش في الاجواء بتاعه الفريق بسرعه. فانا بصراحه متفائل بجوردون، لعيب سريع يقدر ان هو يلعب وينج شمال، يقدر ان هو يلعب كمهاجم، لعيب بيقدر ان هو يقتحم المساحات، لو في ماتش مثلا مقفل معاك هيقدر ان هو يفك معاك الازمه دي. واحنا شفنا الموسم اللي فات راشفورد اللي كان برده يعني مستواه مش قوي، جوردون احسن منه، عنده مميزات اكتر منه شويه، ولكن برده راشفورد اتالق مع الفريق وعمل مباريات كويسه، فاظن ان جوردون كمان هيكون احسن منه. نروح للناحيه الثانيه، وكريم اديمي اللي برده جاي بصفقه كويسه جدا سعرها 22 مليون، وانا شايف ان ده يعني سعر ممتاز وسط الاسعار اللي احنا بنشوفها في السوق لحد دلوقتي. ولكن كريم اديمي برده يعتبر من يعني نفس البروفايل الخاص بجوردون، نفس المميزات، لعيب سريع، لعيب يقدر ان هو يلعب كمهاجم، ولكن جوردون احسن منه شويه في الحته دي، يقدر ان هو يلعب وينج شمال يسد معاك لو هتلعب بجوردون كراس حربه. ناحيه اليمين لو مثلا لامين يامال اتصاب، او حتى لو حبيت ان انت تريحه، فهيكون برده معاك خيار كويس ناحيه اليمين هو كريم اديمي. وشفناه في مباراه بيرمنجهام، المباراه التحضيريه مع هانز فليك امبارح، قدر ان هو يلعب كوينج يمين، الشوط الثاني خرجه ونزل روني بردغشي. فانت الحته اليمين دي بقى معاك فيها كذا لعيب كويس، معاك طبعا لامين يامال هو اللي هيكون الاساسي في الحته دي، ولكن لو زي ما قلت لكم حصل اي حاجه في نص الموسم هيكون معاك اختيارات كويسه مش سيئه، اذا كان كريم اديمي او حتى روني بردغشي.
نروح بقى نفصص كده كل مركز لوحده، ولو جينا نتكلم عن مركز حراسة المرمى فهنلاقي ان طبعا الحارس الاساسي مع برشلونة زي الموسم اللي فات هيكون خوان جارسيا، اللي ما شاركش مع منتخب اسبانيا في كاس العالم، ولكن واحد من اهم اللعيبه اللي كانت موجوده مع برشلونة في الموسم اللي فات. امبارح كمان في المباراه التحضيريه مع هانز فليك شفنا ان تشيزني كان الاساسي مع مع الفريق في التشكيله الاساسيه، فاظن ان هو ممكن كمان يكمل الموسم ده، وكمان معاك تير شتيجن لو ما مشيش. فاظن ان حته حراسه المرمى دي متامنه شويه مع برشلونة، ولكن طبعا حته المرتب العالي بالنسبه لتير شتيجن هي دي بتكون العائق الوحيد ان هو لو جاله عرض كويس يمشي، ولكن اظن ان الحته دي ما فيهاش يعني كلام كتير. برشلونه مش محتاج حارس مرمى. نروح بقى للباك اليمين، ولو جينا نتكلم عن الباك اليمين فبرضه واحد من المراكز اللي محتاجه تدعيم شويه من برشلونه. زي ما قلت لكم الموسم اللي فات جواو كانسيلو لما كان موجود كان برضه بيديك اريحيه شويه، ان لو حصل حاجه ناحيه اليمين هيقدر ان هو يلعب، ناحيه الشمال نفس الكلام بيقدر ان هو يلعب ناحيه الشمال، فكان بيديك شويه اريحيه. لكن زي ما قلت لكم جواو كانسيلو رجع للهلال مره ثانيه بعد ما اعارته انتهت، فبقى عندك شويه مشاكل في حته الباك اليمين دي. لو جينا نبص على الباك اليمين هنلاقي ان طبعا كوندي هو اللي هيكون الاساسي، وبرده معاك ناحيه اليمين ايريك جارسيا لو حبيت يعني، او لو حصل اي ظرف، او لو مثلا محتاج ان انت تريح كوندي او حاجه، هيكون ايريك جارسيا يعني لعيب كويس يقدر ان هو يسد معاك في الناحيه دي. وكمان معاك لعيب صغير زي تشافي اسبارت اللي هو اللي برده طالع من اللمسيه، لعب مباراه امبارح كويسه متوسطه تقدر ان انت تعتمد عليه، ولكن طبعا محتاج ان هو يخش في اجواء الفريق شويه. فيعتبر يعني المركز اليمين ده تقدر ان انت يعني ما تركزش عليه قوي، ما تقدرش يعني مش من اولوياتك في الصفقات. لكن لو رحنا بقى للباك الشمال فاظن ان هو واحد من المراكز اللي محتاجه تدعيم كبير قوي من برشلونه. ناحيه الشمال بالدي اللي شفناه الموسم اللي فات ما كانش عامل موسم قد كده، طبعا ممكن يريح معاه برده شويه جيرارد مارتن، ولكن انت هتعتمد عليه اكتر كقلب دفاع اللي كان عامل موسم كويس قوي في الموسم اللي فات. فاظن ناحيه الشمال دي هي اللي هيكون فيها مشكله شويه اكتر من الباك اليمين. الباك اليمين زي ما قلت لكم عندك شويه اريحيه بوجود كوندي يعني اصاباته قليله، موجود كمان ايريك جارسيا اللي هيقدر يديك 6 من 10 او 7 من 10 في الحته دي لو احتاجته. انما الناحيه الشمال بالدي يعني مستواه وحش. ناحيه الشمال كمان جيرارد مارتن ان انت بتعتمد عليه كقلب دفاع شمال اكتر، لكن هيخسرك لو لعبته كباك شمال. فيعني ممكن يعتبر الباك الشمال ده هو المركز اللي محتاج تدعيم شويه. اما بالنسبه لثنائي قلب الدفاع فيعني حاسس ان الموسم ده يعتبر احسن شويه من الموسم اللي فات. داخل ومعاك كريستنسن سليم لحد دلوقتي، مش معاه اصابه او حاجه، وشفناه امبارح قدر ان هو يلعب برده ضد بيرمنجهام، لعيب يعني كويس هيديك شويه عمق في التشكيله، مش هيكون اساسي ولكن على الاقل لو حصل لك اي ظرف، او طبعا بسبب ان برشلونه مبارياته كتير اذا كان مع وصوله في حتت متقدمه في الشامبيونز ليج او حتى مع وجوده في الدوري الاسباني والصراع اللي هيكون قوي قوي ما بينه هو وريال مدريد، فلازم يكون معاك كذا اختيار في كل مركز. ولكن طبعا قلب الدفاع واحد من المراكز المتامنه شويه لحد دلوقتي، مع وجود طبعا كوبارسي اللي عامل كاس عالم كويس جدا، مع وجود اروخو، مع وجود كريستنسن، مع ايريك جارسيا اللي بيقدر يسد معاك في الحته دي، مع وجود كمان كوندي اللي هو اصلا مركزه الاساسي قلب دفاع ولكن انت بتعتمد عليه كباك يمين. فانت معاك لحد دلوقتي اختيارات كويسه قوي في قلب الدفاع تقدر ان انت تعتمد عليها طول الموسم. وطبعا مش هننسى جيرارد مارتن اللي برضو بينزل او يعني بيسند معاك شويه في حته قلب الدفاع ده، وكمان كباك شمال. ندخل لنص الملعب واللي برضو يعتبر فيه عدد اختيارات كويسه بالنسبه لهانس فليك، ولكن برضو ده مش هيمنع ان هو ممكن يكون محتاج تدعيم شويه. لو جينا نبص هنلاقي ان مثلا قبل بدايه الموسم هو ديونج اتصاب لمده لا تقل عن من 3 ل 4 شهور، فيعني يعتبر هيقعد حبه كويسين قوي من الدور الاول في بدايه الموسم مش معاك. ولكن برضو لو جينا نبص على الاسماء اللي موجوده هتلاقي ان بدري موجود، جافي موجود، وكمان حته ديونج شويه دي هتلاقي معاك برنال وكاسادو اللي زي ما قلت لكم معرض ان هو يمشي، ولكن اظن بعد اصابه ديونج دي هيتمسكوا شويه بكاسادو. ممكن لو جاله عرض كويس قوي بمبلغ كويس يستغنوا عنه، ولكن اظن ان هو خلاص هيعتمد عليه، وشفناه برده امبارح لعب في نص الملعب. اما لو جينا نبص على الحته اللي قدام شويه دي اللي هي حته البلاي ميكر برده في نص الملعب، هنلاقي ان برده برشلونه معاه اختيارات كويسه من حته داني اولمو اللي كان عامل برده كاس عالم كويس قوي مع ديلافوينتي مع منتخب اسبانيا، كان عامل بطوله كويسه ولكن محتاج شويه ان هو يدير عدد دقائقه عشان يعني اصاباته كتير. فممكن لو هانس فليك قدر ان هو يدير عدد دقائق لعب داني اولمو هيقدر ان هو يستفاد منه جدا، مع وجود طبعا فيرمين لوبيز اللي عنده اصابه لحد دلوقتي وما لعبش مع منتخب اسبانيا بسبب كده، ولكن يعني برده مع بدايه الموسم هيقدر ان هو يخش معاك، فتقدر ان انت تعتمد عليه هو وداني اولمو في الحته دي. فالاثنين طبعا هيكونوا مميزين جدا بالنسبه لك ومش محتاج تدعيم في الحته دي خالص. نخش بقى يا باشا على المراكز الهجوميه ونفكر كده مع بعضينا مين ممكن يكون الثلاثي اللي هيعتمد عليه هانز فليك معظم مباريات الموسم. فلو جينا مثلا نبص على الموسم اللي فات والموسم اللي قبليه فهنلاقي ان الثلاثي اللي قدام بالنسبه لهانز فليك بيكون ناحيه اليمين لامين يامال، وناحيه الشمال رافينيا، وراس حربه هو ليفاندوفسكي. ولكن ساعتها كان رافينيا عامل مواسم كويسه قوي. كمان دلوقتي بعد ما اختياراتك بدات ان هي تزيد بعد الصفقات مع وجود كريم اديمي ومع وجود جوردون، صفقات كبيره اكيد هتحتاج ان هي تشارك، مع وجود طبعا رافينيا اللي يعني لحد دلوقتي برده لسه ما مشيش
وهيكمل معاك. وكانت طبعا بعد ما استغنيت عن ليفاندوفسكي، مع وجود طبعا ناحيه اليمين كريم اديمي برده هيسند معاك الحته دي. ولكن اظن ناحيه اليمين دي كده كده محسومه لامين يامال، مع وجود طبعا فيران توريس كراس حربه. طبعا يعني راس الحربه ده يعتبر، او من رايي هو اكتر مركز برشلونه محتاج فيه صفقات، او محتاج فيه على الاقل لعيب يكون بقى واحد من اللعيبه التوب الموجودين في الدوريات الخمسه الكبرى، مع وجود طبعا فيران توريس. حتى لو في كلام ان هو ممكن يمشي، ولكن اظن ان هو حتى لو كمل فهو لعيب بحالات، لعيب من 10 فرص ممكن يجيب لك جونين او 3 اجوان. برشلونه هيكون اكيد محتاج راس حربه احسن من كده، مع وجود طبعا حمزه عبد الكريم، ولكن اظن ان ده طبعا مش هيكون هو الاساسي. ناحيه الشمال مش عارف هل هيكون في تدوير ما بين رافينيا وجوردون وكريم اديمي، ولكن اظن جوردون هو اللي هيكون حاجز المكان ده، ورافينيا هو اللي ممكن يعتمد عليه شويه كراس حربه تاني، او كبلاي ميكر بيقدر ان هو يزيد كمان في ال 18. فاظن ان الاختيارات الاماميه دي او الرباعي الامامي بالنسبه لبرشلونه هيكون في اختيارات كتير قوي، واظن ان هو هيتغير كتير قوي على مدار الموسم. طبعا مركز راس الحربه زي ما قلت لكم واحد من اكتر المراكز اللي برشلونه محتاج فيها تدعيم، او يعتبر هو اكتر مركز برشلونه محتاج فيه تدعيم، مع وجود طبعا لعيب باك شمال تقدر ان انت تعتمد عليه كلاعب اساسي. اظن دول هم اكتر مركزين برشلونه محتاجهم. بعد كده بقى الاولويات هتقل شويه، ممكن تكون محتاج باك يمين، ممكن تكون محتاج قلب دفاع، ممكن تكون محتاج كمان لعيب نص ملعب يسند مع اللعيبه اللي معاك، ولكن راس الحربه بالنسبه لي هو اهم حاجه. اما لو جينا كده نبص بسرعه على التشكيله الاساسيه اللي ممكن يعتمد عليها هانس فليك في معظم مباريات الموسم، ممكن اظن في حراسه المرمى خوان جارسيا حاجز مكانه كاساسي، ناحيه اليمين كوندي، ناحيه الشمال اظن ان هو في بدايه الموسم او حتى في المباريات التحضيريه اللي احنا هنشوفها في الماتشات الجايه اظن ان هو هيدي فرصه شويه لبالدي ناحيه الشمال. الاثنين قلوب الدفاع هيكون جيرارد مارتن وباوكو بارسي. نص الملعب اظن ان هو هيعتمد على برنال وبيدري، وهيكون قدامهم رافينيا، ناحيه الشمال جوردون، وناحيه اليمين لامين يامال، وراس حربه صريح هو فيران توريس. ممكن التغيير اللي يحصل ان هو يعتمد على جوردون كراس حربه، ويعتمد على رافينيا كوينج شمال، ويكون داني اولمو او فيرمين روبيز هم اللي بيلعبوا كمركز رقم 10 او كبلاي ميكر بقى بيوزع اللعب، او حتى بيزيد في ال 18 مع وجود جوردون، او حتى فيران توريس اللي هيلعب كراس حربه. في النهايه توقعي الموسم برشلونه هيكون ان برشلونه هيحافظ على لقبه الثالث بالنسبه للليجا على التوالي، واظن ان هو ممكن يوصل كمان للسيمي فاينال في الشامبيونز ليج. الشامبيونز ليج محتاج لسه شويه تدعيمات اكتر من كده وتطوير اكتر من كده بالنسبه للاعيبه برشلونه وبالنسبه لهانس فليك، واظن ان هو هيوصل برده في حته بعيده للشامبيونز ليج، ممكن السيمي فاينال. والناحيه الثانيه للليجا هيقدر ان هو يحافظ عليها، ويقدر ان هو يعني يعدي ريال مدريد، ولكن مش هيكون باريحيه زي الاريحيه اللي حصلت في الموسم اللي فات. فمثلا الموسم اللي فات برشلونه مخلص الدوري بفرق 8 نقط، اظن ان هو هيخلص الدوري بصعوبه شويه، ولكن هيقدر في النهايه ان هو يحسمه. وفي النهايه هو ده كان فيديو النهارده. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان اول ما ينزل فيديو يوصل لكم اشعار على طول. وطبعا تكتبوا لي في الكومنتات الفرق اللي انتم محتاجين ان احنا نتكلم عليها بشكل شامل زي ما عملنا النهارده مع برشلونه. وبس، اقابلكم الفيديو الجاي.